محاور اليوم نطرحها مع الكاتب والمفكر المغربي أحمد عصيل. أهلا بك أحمد عصيل. شكرا على الاستضافة، مرحبا. أحمد عصيل، أصرتم عددا من الكتب منذ 98، يعني بداية مع الأمازيغ في خطاب الإسلام السياسي، ومن ثم دراسات في الأدب الأمازيغي، وصولا اليوم إلى كتاب الهوية والتاريخ ورموز الدولة الوطنية. دائما كان محور أعمال أحمد عصيل الوجود أو الهوية الأمازيغية ضمن المغرب، وأيضا الفكر الإسلامي. وطبعا كان هناك انتقادات كثيرة وصلت إلى حد الفتاوى ضد أحمد عصيل، ودائما نقرأ عدد كبير يتساءل ماذا يريد أحمد عصيل؟ ماذا تريد؟ هل استفزاز فقط؟ الشجاعة والشفافية. طيب، أنت تنتقد غياب الاهتمام بالأمازيغية في وسائل الإعلام، في النقاش العام، في الحضور بشكل عام، حضور الأمازيغية، لكن نرى أن هناك صحف في اللغة الأمازيغية، هناك يعني برامج حول الثقافة الأمازيغية، هناك استخدام للغة، يعني هذا ينقض ما تقوله. لا، العكس تماما. ما أنتقده هو واقع لا يرقى إلى مستوى القوانين التي أصدرتها الدولة، ولا يرقى إلى مستوى الخطاب الرسمي. الدولة أعلنت المصالحة في مجال الهوية والثقافة، لكنها عمليا بقيت تعمل بنسبة كبيرة في إطار الخطاب السابق، فما تحقق لا يتعدى 15% مما ينبغي أن يتحقق في هذا المجال. منذ أن أعلن الملك محمد السادس بأن الأمازيغ هي مسؤولية وطنية لكل المغاربة عام 2001 إلى اليوم، أستطيع أن أقول في أن المسار 16 سنة لم يتحقق أكثر من 15%. طيب، أريدك أن تسمع تصريح للرئيس رئيس الوزراء المكلف ونعود لنتحدث. هي المهمة باهرة شقان، ولكن إن شاء الله نكوني حزب العدالة والتنمية ديما انتني تمازير الديزوار غالي الحاجة اللي كان في المصلحة تمازير اللي رخدم تمازير إن شاء الله نكوني رقيس نفتو راس نسكر بإذن الله. طب عندما تسمع العثماني رئيس الوزراء يتحدث باللغة الأمازيغية في أول تصريح له بعد التكليف، يعني أليس هذا مرحلة يشكل عنوان لمرحلة جديدة؟ يعني بالطبع هناك مرحلة جديدة بدأت منذ 2001، لكنها فقط لم تكن حريصة على تنفيذ التزامات الدولة. العثماني هو حالة خاصة، هو رجل يلتزم بدستور البلد، أي استعمال لغتين، كما أنه رجل كبر في عائلة أمازيغية ولا يتكلم إلا الأمازيغية، كما أنه أيضا رجل التوازنات ورجل يعني التقارب، ورجل الذي يعمل يعني دور الوسيط، لو رول دو ميدياتور. فهذا كله أعطاه هذه الإمكانية أن يكسر الطابو وأن يستعمل لغة رسمية في الدستور بدون أي شعور بالدونية.